Hello and welcome back to my channel. أنا شهد عفيفي ومعانا النهاردة فيديو جديد من سلسلة English Behind the Scenes. النهاردة هنتكلم عن one of the most important part in English pronunciation وهما ال 7 short vowels in English. لو عايز فعلا تبقى زي ال native speakers وعايز ترفع ال pronunciation بتاعتك أو نطقك لأعلى مستوى، فببساطة لازم تكون قادر إنك تنطق الأصوات السبعة دول بشكل صحيح اللي قلنا عليهم في أول الفيديو، اللي هم ال 7 short vowels in English أو السبع حروف المتحركة القصيرة في اللغة الإنجليزية. مهم جدا إنك تركز معايا وبإذن الله هنتعلم ال 7 short vowels in English ببساطة. أوكي؟ أولا وقبل أي حاجة عايزة أوضح إن الأكسنت اللي بستخدمها قريبة من ال RP اللي هي اختصار ل Received Pronunciation، ودي اللهجة البريطانية القياسية اللي ممكن تكون عارفها من هاري بوتر. Take someone's eye out. Besides, you're saying it wrong. It's Leviosa, not Leviosa. أو ملكة إنجلترا لما بتتكلم. I'm speaking to you at what I know is an increasingly challenging time. هو مش هو نفسه بس قريب يعني. أوكي، في الأكسنت دي في 7 أصوات متحركة قصيرة، وهي دي الأصوات اللي هنتطرق إليها النهاردة في الفيديو بتاعنا. حاجة تانية حابة أضيفها وهي مهمة جدا قبل ما نبدأ، وهو إنه لو عايز فعلا تتقن الإنجليش pronunciation فضروري إنك تتعلم ال IPA. طيب إيه هو ال IPA؟ ال IPA اختصار ل International Phonetic Alphabet، يعني الأبجدية الصوتية الدولية، وده نظام مصمم من اللاتينية هيساعدك تفهم ازاي تنطق أي كلمة in English، وضروري جدا في اللغة الإنجليزية لأن أصلا الإنجليش is not a phonetically written language، يعني مش لغة مكتوبة صوتيا. يعني ايه برضو؟ هقولك، يعني انت لما بتيجي تقرأ اي كلمة انجليزي انت ما بتبقاش عارف بالضبط الكلمة دي نطقها عامل ازاي او هتتنطق ازاي، على عكس اللغات التانية زي مثلا الألمانية او الفيتنامية. في اللغات دي لما بتفهم الأصوات وتفهم كل صوت يتوافق مع أي حرف هتقدر تنطق أي حاجة من خلال قراءتها. بس في الإنجليش مش كده للأسف، علشان كده تعلم ال IPA ممكن يكون أداة مفيدة جدا بالنسبة لك علشان تفهم ازاي تنطق أي كلمة in English. ودي كمان واحدة من الأسباب اللي بتخلي ناس كتير من المبتدئين ينطقوا حاجات زي and on as a or an، مع انه in English it's never pronounced that way، بس في ناس فعلا بتنطقها كده. انما الصح ايه بقى؟ الصح ان هي and on، like an apple، a woman، a man، مش an apple ولا a woman ولا a man. اوكي، فحتى لما نيجي نعمل لها transcription هنلاحظ ان ازاي رموز ال IPA ساعدتنا اننا ننطق صح. فهي حاجة كويسة جدا انك تتعرف على ال IPA، وهنتعلم بعض رموز ال IPA في الفيديو ده بإذن الله. اوكي let's begin. اوكي، هما دول ال 7 short vowels in English، وهي دي رموز ال IPA اللي هنتعلمها النهاردة واللي بتتوافق مع ال 7 short vowels in English. تمام، زي ما انتوا شايفين أول صوت عندنا هو اوكي، like cat، hat، fat، sat، bat. Try that. The cat sat on the mat next to the bat. The fat man had a hat. The fat man had a hat. اوكي، وتاني صوت معانا وهو اه like met and sat. واهم كلمة وتأكدوا انكم بتنطقوها صح جدا وهي get، لانكم هتشوفوها كتير جدا. get. طيب تعالوا نشوف الجملة دي وحاولوا تقولوها ورايا. Let me get the set. Let me get the set. تمام، وزي ما بقول على طول practice 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 and practice. اوكي، وتالت صوت معانا هو like hot، bot، on. Okay, let's try that. It's hot on the bot. It's hot on the bot. Okay, ورابع صوت معانا وهو oo sound like could، would، should، good. Let's try that. I would if I could, but I don't know if I should. I would if I could, but I don't know if I should. Okay, وزي ما قلنا again practice 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 and practice. Okay، وخامس صوت معانا وهو إي
like hit fit bit wrist. وأقصر كلمة وهي it like it's okay it's okay. طيب let's try that. I fit my Fitbit onto my wrist. I fit my Fitbit onto my wrist. اوكي اتدربوا عليها كويس وتأكدوا جدا انكم تنطقوا الصوت ده صح لان في صوت مشابه ليه اللي هو اي انما ده so short فتأكدوا انكم تنطقوا صح. إيه like it's okay hit fit فاتأكدوا جدا انكم بتنطقوا صح. اوكي سادس صوت معانا وهو sound like butter. وتأكدوا جدا انكم بتنطقوا الصوت ده صح وتدربوا عليه كويس قبل ما تنقلوا على الصوت اللي بعده لان هو مشابه للصوت اللي بعده فعلشان ما تتلخبطوش. اوكي let's try that. But the butter is kaput. اوكي سابع ساوند واخر ساوند معانا وهو الشوا ساوند. الساوند ده مهم جدا لان هو من اشهر الساوندز الموجوده في الانجليش وهو من الساوندز اكتر شيوعا في الكلمات الانجليزيه وضروري جدا لو عايز تبقى زي النيتيف سبيكرز انك تكون متقن جدا لنطق الساوند ده. طيب فاكرين لما قلنا في اول الفيديو انه في ناس بتنطق and on as a or an؟ فاكرين ده؟ هو ده بالظبط هو الشوا ساوند. like another about a man an apple. تمام ف let's try that. I want another banana or an apple. I want another banana or an apple. I want another banana or an apple. ولو لاحظتوا هتلاقوا دايما ان الاجانب لو سمعتوا للنيتيف سبيكرز هتلاقوا ان الاجانب بيختصروا دايما او بياكلوا الساوند ده زي مثلا another the apple تمام an apple a man. اوكي زي ما قلنا again practice and you will be good. وبس كده وصلنا لنهاية الفيديو. اتمنى يكون الفيديو مفيد. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. اوكي have a nice day take care.